يا عم انت بتخاف على بلدك؟ انت خايف على بلدك؟ انت فين يا عم؟ اللي ما شفت واحد من المعارضه ولا الناس اللي مسكت الحكم اعترض على الضربات الاسرائيليه للمطارات السوريه، ولا اعترض على دخول اسرائيل للجنوب السوري؟ ما حدش اعترض ولا فتح بقه. دي خطه منظمه يا حبيبي. ما حدش طلع اعترض ليه؟ الراجل اللي طلع ماسك الدوله السوريه الجديد دوت ولا نطق كلمه. هو في ايه يا جدعان؟ وانتوا مش واخدين بالكم ان اسرائيل بتنفذ المخطط بتاعها شمال ويمين؟ واللي ماسكين سوريا دلوقتي جماعات ارهابيه مسلحه هتدي سريعا للقوى الاقليميه والدوليه للدخول في سوريا، بريطانيا، امريكا، اسرائيل، وهياخدوا ياخدوا سوريا كلها بذريعه ان هم بيحموا نفسهم من الجماعات الارهابيه المسلحه في سوريا. يا جدعان فوقوا بقى الام الكلام بقى، وصباح الزفت والاطران على اسرائيل واللي وراه. يا عم وادي ايران دلوقتي اترفع من عليها العقوبات الاقتصاديه اللي كانت موجوده عليها عشان تبعد عن محور المقاومه، غزه، حزب الله وسوريا، خلاص هم باعوهم كلهم. شكرا كده، ايران عملت اللي عليها ونفذت الدور بتاعها اللي كان مطلوب منها من الدول الغربيه، وتمام قوي كده. اما بقى اللي كان بيفكر ان الدور على مصر وعز جلاله الله لان كله يتكسر. اي حامله طائرات موجوده في البحر الابيض والبحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر هتنزل ارض، هتبقى منتجع سياحي للدول وكل العالم بعد كده يجي يتفرجوا عليها ويشوف الناس دي اتكسرت ازاي قصاد مصر. وايامكم زرقاء باذن الله، وصباح الزفت والاطراء على اسرائيل واللي وراه.